خد بالك الدايت كلتشر او عقليه الحرمان من اكتر الحاجات اللي بتعزز البيهيفير ده. ليه؟ انت بتعيشه بجد في مجاعه. يعني لما انت بتيجي النهارده تحرم نفسك من نوعيات اكل معينه، تقول انا مش هاكل نشويات تاني، مش هاكل دهون تاني، هقطع وهقطع وهقطع وهقطع، كل الحاجات اللي بحبها مش هاكلها اطلاقا. فانت حققت له الخوف والرعب اللي هو كان مرعوب منه اصلا. يعني انت الانكونشس مايند بتاعك قاعد خايف من المجاعه وعايزك تتخن عشان يحميك لو حصلت المجاعه دي، تقوم انت جاي تعزز له الخوف ده وتقول له انا هحرمك هحرمك هحرمك، واجي في وجبه الفري واقوم افتحها بقى على البحري واكلك اللي نفسك فيه. طيب عارف ايه اللي هيحصل؟ انت اقنعته ان هو هيبقى يوم واحد فري في الاسبوع، مع الوقت هيبقوا يومين، مع الوقت هيبقوا 3، مع الوقت هيبقوا 4، مع الوقت هيبقى اسبوعك كله فري. يعني ايه فري؟ يعني انا بقول لمخي الحق بقى كل حاجه نفسك فيها باكبر كميات ممكنه عشان هنتحرم منها تاني. اهلا بيكم في اهم حلقات بودكاست انت تخنت كده ليه. ليه بقى الحلقه دي واللي جايه يعتبروا اهم حلقات في البودكاست؟ علشان هنجاوب فيهم على سؤال انت تخنت كده ليه، او بمعنى ادق هنجاوب على سؤال هو جسم الانسان اصلا بيتخن ليه. وعلشان نعرف نجاوب على السؤال ده هنحتاج نقسم الموضوع لجزئين. جزء متعلق بمخ الانسان، مخ حضرتك بيتكون من ايه الدوافع بتاعته، ايه الموتيفز اللي هو بيدور عليها. والجزء الثاني متعلق بالسيستم او السيستمز اللي احنا منتمين ليها والانفايرمنت اللي حوالينا. تعالوا نبتدي النهارده ونفهم اكتر مخنا متكون من ايه وبيشتغل ازاي وليه بيخلينا نتخن. مخ الانسان بيتكون من 3 اجزاء اساسيه. علماء النفس وعلماء السلوكيات لما بيجوا يشرحوا الموضوع ده بيحاولوا يبسطوه، يشرحوا للناس ان ال3 اجزاء بتوع البرين دول اللي هم اسمهم الكونشس برين، السبكونشس برين، والانكونشس برين، او الكونشس مايند والسبكونشس مايند والانكونشس مايند. ال3 اجزاء دول بيحاولوا يفهموها لك كده باسلوب شبه نظريه التطور شويه. في الاول خالص مخ الانسان او الجزء الانكونشس في مخك ده بيسموه الليزرد برين او الريبتيليان برين، اللي هو المخ البدائي تماما اللي احنا بنتشارك فيه مع سائر الكائنات لحد الكائنات البدائيه اللي هي زي الريبتايلز او الليزرز، السحالي والحاجات اللي على شكلتها دي. الجزء ده في مخ حضرتك مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن كل الوظائف اللي بتحصل وانت مالكش اي كنترول عليها خالص. مسؤول عن التنفس، مسؤول عن الهضم، مسؤول عن حاجة اسمها الهوميوستيزيس، ان جسمك ينسق نفسه ويبقى في حالة متناسقة ومتناغمة مع نفسها. المخ ده هو اللي بيخليني وسط ما انا بتكلم عادي بتنفس والهواء بيخش ويخرج من غير ما اخد بالي. بيخليني وانا صاحي وانا نايم العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمي بتحصل اوتوماتيك. قلبي نبضاته شغالة، الجهاز الهضمي بيشتغل، الكبد والطحال بيشتغلوا وبيقوموا بوظائفهم. عملية الإخراج نفسها حتى انت بتبقى نايم فانت مش واعي بس بتقوم عايز تخش الحمام، لأن الأجزاء الداخلية والأعضاء الداخلية بتاعت جسمك شغالة وبتاخد الأوامر بتاعتها من الانكونشس مايند أو الليزرد برين ده. طيب الكائنات تطورت شوية وبقى فيه نوعية الماملز، وانت بقى عندك السبكونشس مايند اللي بيسموه الماميليان برين. الماملز دول اللي هم الثدييات. الجزء الأساسي المختلف في الثدييات دي عن الكائنات البدائية هو السعي للبيلونجينج أو السعي لأنك تبقى في جماعات، فما بقيتش كائن متفرد عايش بذاته كده، لا بقيت عايز تعيش في باك، عايز تعيش في منظومة. الجزء بتاع السبكونشس مايند في مخك ده هو اللي مسؤول عن كل الحاجات اللي في وقت من الأوقات كنت بتحتاج تبذل مجهود علشان تتعلمها
ودلوقتي بقت بتحصل بمنتهى السهولة. أشهر مثل الناس بتقوله في ده هو السواقة. يجي يقولك انت في الأول وانت بتسوق كنت بتقعد متعسف ومش عارف ازاي هتحرك الفتيس مع حركة رجلك، مع انك باصص على الشارع، مع انك تشوف المرايات، مع تبص في المراية اللي ورا. كل الحاجات دي بتحصل في نفس الوقت، فانت في البداية بتبقى مش عارف تعمل الحاجات دي مع بعض. واحدة بواحدة السبكونشس بيخزن الأوامر دي ويقدر يقول للجسم يعملها كلها في نفس الوقت بتمام. بس لو انت عايز تفهمها اكتر وانت ما بتسوقش او انت ما عدتش بالتجربة دي، اسعى على حاجة زي الكتابة. انا النهاردة لو ماسك قلم وبحاول اكتب غير لو اول مرة وانا بتعلم الكتابة في المدرسة، ما عدتش محتاج ابص ايدي بتمشي ازاي او رايحة فين. ممكن الاقي نفسي ما مشيتش على السطر بالظبط، بس فعل الكتابة نفسه انا قمت بيه بالفعل، لان هو بقى متخزن في السبكونشس مود. جه بعد كده ربنا كرم الانسان وخلى عنده حاجة مش موجودة عند اي كائن حي تاني، اللي هي الكونشس مايند، العقل الواعي، الهيومن برين. دي حاجة بتميز الانسان عن باقي المخلوقات. الكونشس مايند ده هو اللي مسؤول عن الافعال الارادية بتاعتك، يعني حاجة انت عايز تعملها بشكل واعي، حاطط نية، حاطط intention، تقول أنا عايز أعمل كذا، بتحاول تتعلم حاجة جديدة. الكونشس مايند ده هو اللي مسؤول عن الجزئية دي، هو اللي مسؤول عن التعلم، هو اللي مسؤول عن الأفعال الإرادية. طيب تعال نخش بالتفصيل أكتر شوية في الثلاثة دول بيشتغلوا إزاي مع بعض، أو حاجة اسمها الهيراركي اوف اوثوريتي، يعني مين فيهم سلطته أعلى على الاثنين التانيين. قبل ما نخش في ده تعال نبسط كده على نفسنا علشان نبقى فاهمين كل واحد فيهم هدفه الأساسي إيه في الحياة. الليزرد برين أو الانكونشس مايند ليه هدف واحد بس، وهو السرفايفل. هو عايزك تعيش بقى حياة حلوة، حياة وحشة، حياة نص نص، ما يهموش، المهم إن أنت عايش. You survive. السبكونشس مايند عنده حاجات كتير جدا بيعملها، بس واحدة من أهمهم هي الكومفورت. هو عايزك تعيش مرتاح، بتبذل أقل مجهود ممكن لعمل الأشياء بتاعتك، وعلشان كده هو بيساعدك إن أي حاجة بتبقى بتعملها مع الوقت بشكل أسهل، بشكل أبسط عليك، علشان تاخد مجهود أقل ويحقق لك فكرة الراحة أكتر. conscious mind، العقل الواعي، هو مسؤول عن الكومبلكس بروسيسز، يعني العمليات المعقدة. لما بتيجي تتعلم حاجة جديدة بتبذل فيها مجهود ذهني كبير، conscious mind بيستغل طاقة كبيرة جدا. عشان كده وانت قاعد بتذاكر بعد ساعة بعد ساعتين، لو انت بتذاكر وبتجتهد وعمال تحصل في المعلومات بجد، بتلاقي ان انت ارهقت، تحس انك تعبان، عايز ترتاح، عايز تاكل، لان الكونشس مايند بيستغل طاقة كبيرة جدا وبيحرق كالوريز كبيرة جدا. مع الوقت السبكونشس بيشيل من عليه العبء ده علشان المخ ما يستحملش ان هو يبقى عايش بالكونشس مايند بس. ده ارهاق زايد قوي عليه، دي طاقة عالية ما يقدرش يسستينت ان هو يبقى شغال. اغلب العمليات اللي بتحصل منك على مدار اليوم هي بتحصل بالانكونشس وبالسبكونشس. الكونشس ده بتستخدمه في اوقات قليلة على مدار اليوم، انت بتبقى فاكر انك عايش بيه، وبتبقى فاكر ان هو اللي مسؤول عن كل تصرفاتك، بس الحقيقة مش كده. الحقيقة ان الكونشس مايند ممكن يبقى بيشكل من 10 to 20% من العمليات اللي انت بتعملها على مدار اليوم، قصاد 80% بيحصلوا في السبكونشس والانكونشس. طيب نرجع لفكرة الهيراركي او الاثوريتي بتاعتهم، مين فيهم كلامه ماشي على التانيين. عشان تفهم ده، لو انت بتسمعنا دلوقتي او بتتفرج علينا، عايزك تعمل تجربة. جرب تاخد قرار واعي وتقول انا هسد نفسي.
وتعمل كده اهو، وتقفل، خد نفس كبير واقفل مناخيرك وبقك واكتم النفس ده على قد ما تقدر. عرفت تكتم نفسك قد ايه؟ نص دقيقة، دقيقة ونص، شوية، وهتلاقي ايدك اللي هي اصلا ارادية، بتعمل افعال ارادية طول الوقت، في فورس جواك زقتها وخلتها تبعد عن مناخيرك وتبعد عن بقك، وتقوم عامل واخد نفس عميق جدا. ليه ده حصل؟ لان الليزرد برين ده اللي مسؤول عن السرفايفل هو البيج بوس، هو مدير الشركة اللي جوه المخ ده، كلامه نافذ على اي حد تاني، وكلامه ماشي على الكونشس مايند بتاعك. انت عايز تتعلم، عايز تعمل حاجة، بس هو شايف ان الحاجة اللي انت عايز تعملها دي بتهدد بقائك، بتهدد السرفايفل بتاعك، فكلامه هيمشي وينفذ اللي هو عايزه، مش اللي الكونشس مايند عايزه. يجي بعد كده في الهيراركي السب كونشس مايند، الحاجات اللي انت بتبقى بتعملها بشكل دائم، متعود عليها، بقت هابتس جوه السب كونشس مايند بتاعك، بتحصل اوتوماتيك وبتحصل باوثوريتي اعلى من الكونشس مايند بتاعك. هنشرح اكتر في حلقه من الحلقات ازاي الهابتس بتتكون، وازاي العادات بتاعتنا دي اتكونت، وازاي نكون عادات صحيه تساعدنا نوصل لاهدافنا. بس ابسط مثال على ده لما انت بتيجي تقول انا خلاص عايز اظبط اكلي، عايز اظبط وزني، وهصحى اعمل فطار مغذي بالنسبه لي، يبقى فيه خضار، يبقى فيه بروتين، يبقى فيه نشويات معقده، وتصحى وانت لسه ما فوقتش قوي، تلاقي نفسك قمت شادد شوكولاتايه مع كوبايه القهوه ونزلت رحت شغلك، وكل اللي الكونشس مايند كان عايزه ده ما حصلش منه اي حاجه قصاد اللي السب كونشس كان عايزه. اخرهم بقى يا حبيبي الغلبان الطيب في الاثوريتي ده، اللي عامل زي الموظف بقى اللي تحت. يعني عندنا مدير الشركه، عندنا الميدل مانجمنت او المديرين المتوسطين يعني، وعندنا الغلبان الموظف اللي تحت كلامه ما بيمشيش على حد غير نفسه. الكونشس مايند ده اللي هو بقى انت بتقعد تزق فيه وتقول انا هعمل واسوي وهعمل واسوي، وتيجي تلاقي مخك بيزقك على حاجة تانية خالص. طيب لو جينا خدنا الكلام اللي احنا بنقوله ده وطبقناه على نقطة التخن والخسسان، الليزرد برين اللي متعلق بالسيرفايفل شايف ان التخن ده في السيرفايفل بتاعك. ليه؟ علشان هو بالنسبة له انا باخد انرجي كتير وبخزن انرجي عندي تنفعني وقت الازمات. فلو انا جيت عايز اعمل حاجه مختلفه، عايز اعمل كالوري ديفيسيت، عايز اخد انرجي اقل من اللي انا بحرقها، هيخبط في رغبه الليزرد برين ان هو يسرفايف. هو عايزني اعلي الانرجي ان واقلل الانرجي اوت، هو عايزني احرق اقل، هو والسب كونشس، والتاني كونشس مايند عايزني احرق اعلى واكل اقل. فادي اول عقبه بتقابلني في رحله الويت لوس، او اول سبب بيخليني عايز اضخم، ان مخ البني ادم اصلا بروجرام والديفولت بتاعه ان هو ياكل اكتر، يخزن طاقه اكتر. طيب نيجي للميدل مانجمنت، الريبتيليان وفهمناه. نيجي للماميليان برين، السب كونشس مايند. السب كونشس مايند عايزك ترتاح، عايز كومفورت، برضو عايز يقلل الانرجي اوت على قد ما يقدر، ويخلي اغلب الحاجات اللي بتعملها في يومك متعود عليها. فعندك الهابتس بما فيها الايتنج هابتس بتاعتك، يعني عاداتك الغذائيه اللي حضرتك متعود عليها، الطريقه اللي بتطبخي بيها، الطريقه اللي بتاكلي بيها بقالك 10 ولا 20 ولا 30 سنه.
مش هتتغير في يوم وليلة، لأنها بالنسبة له أسهل، لأن أنا بالنسبة لي عرفتها وحفظتها وبقيت بعملها بطاقة أقل. فلما تيجي أنت عايزني أعمل حاجة جديدة، أعمل حاجة مختلفة، ده هيرهقني أكتر. فلا، ارجع بقى معلم على القرف ده، وتعالى لو سمحت امشي لي على الجزء اللي أنا متعود عليه. طيب هل بس ده الحاجة اللي بتفرق في السبكونشس اللي هي الهابتس؟ لا، في حاجة كمان مهمة جدا، اللي هي الايموشنز، اللي هي الإشارات اللي بتيجي من الجسم بتزق الأفكار بتاعتنا وبتزق السلوكيات بتاعتنا على حاجات معينة. فلو أنا النهاردة بعاني من الايموشنال ايتنج أو الجوع العاطفي، وكل البشر بيعانوا من الجوع العاطفي ده باختلاف النسب، في ناس بتعمل الأكشن ده مرة في الأسبوع، وفي ناس بتعمله 5-6 مرات في اليوم. السبكونشس هو اللي بيزقك على ده، هو تعود. واغلبنا كاطفال اتربط عندك ان وجود مشاعر سلبيه حلها الوحيد هو الاكل. ليه؟ انت عندك طفل مش قادر يتواصل، مش عارف يكوميونيكيت، مش عارف يعبر عن النيدز بتاعته غير بحاجه واحده اللي هي العياط. وعندنا behaviors الامهات او اغلب اللي مسؤولين عن تربيه الاطفال، الواد بيعيط اكله، نرضعه، نحط له بزازه، نحط له ببرونه فيشغل بقه، فيتعود ان انا كل ما انا عندي ايموشنز محتاج اشغل بقي، محتاج اعمل اكشن ينفولف ان بقي يشتغل. اتربطت جواه قناه بتتسمى في البرين نيورو باثواي، يعني قناه عصبيه رابطه ما بين الفعلين دول، وبيؤدوا الى ان الايموشنز السلبيه الثقيله دي تقل ويطلع مكانها ايموشنز ايجابيه. فلو انت عايز او انت عايزه تحمي ابنك وابنك من الايموشنال ايتنج ده او تقلله له، يعني وقف فكره ان كل ما الواد يعيط ناكله. الطفل ممكن يبقى محتاج حضن، ممكن يبقى محتاج نوم، ممكن يبقى محتاج رعايه، ممكن يبقى محتاج يلعب، ممكن يبقى محتاج وقتك، ممكن يحتاج يتواصل معاك. مش كل ما هيعيط هنأكله. فعندك حاجتين جوه السبكونشس بيعرضوا فكرة انك تخس او بيؤدوا الى انك تضخم. عندك الهابتس اللي هي من جواها الايتنج هابتس، وطبعا الهابتس اللي ليها علاقة باللايف ستايل عموما، الرياضة وجودها في يومك ووجودها في حياتك عامل ازاي، نومك، السليبنج هابتس بتاعتك، الستريس مانجمنت، انت ازاي بتتعامل مع الضغط العصبي في حياتك، السبستانسز اللي انت متعود عليها زي السكر والحاجات، القهوة اللي بترفع الكورتيزول تقلل الحرق، كل الحاجات اللي ممكن تؤدي الى زيادة الوزن موجودة في السبكونشس ده. طبعا العلاقات، علاقتك بنفسك، علاقتك بجسمك، علاقتك بالآخرين، كل الحاجات دي خلاص متبرمجة وقاعدة جوه السبكونشس، وهي اللي بتسوق تصرفات حضرتك. تخيل انت راكب جوه عربية سايقها بايلوت، سايقها سواق، ومعاه كوبايلوت، هما الاتنين عايزين حاجة غير اللي انت قاعد ورا عايزها، فانت عمال تزعق وتصيح وتتخانق، هما في الاخر بيعملوا اللي هما عايزينه برضه. فبالتالي دي واحدة من الحاجات اللي بتخليك تتخن، لو انت دي الهابتس او دي الحاجات اللي انت اوريدي كبرت عليها ومتعود عليها. فعندنا الهابتس وعندنا الايموشنز. طيب الحاجتين دول بال80% اللي مسؤولين عن قوة المخ أو الفانكشنز اللي بيعملها بيؤدوا إلى زيادة الوزن، أو على الأقل المحافظة على الوضع الحالي كما هو عليه، يعني معارضة الخساسية. هنيجي بقى للكونشس مايند نفسه، عقلك الواعي اللي عايز، اللي عنده إرادة، اللي عايز يخس، اللي عايز يغير من حياته، اللي عايز يخسر الدهون الزايدة في جسمه والحاجات دي. هل معنى كده إن العقل الواعي ده عايز يخس 100%؟ لا للأسف، لأن العقل الواعي نفسه والكونشس مايند نفسه عنده مشاكل هو الآخر ممكن تعارض هدفك إن أنت تخس. في حاجة اسمها الكوجنيتيف ديستورشنز
او الاخطاء الفكريه. الاخطاء الفكريه دي واحده من اشهرها هي البرفكشنزم. ايه البرفكشنزم ده؟ هو السعي للمثاليه، ان كل حاجه لازم تبقى بيرفكت 100% يا اما ملهاش لازمه. فتيجي انت بتظبط اكلك، بتظبط رياضتك، نزلت الجيم يومين، رحت مشيت ساعه، ظبطت اكلك وشلت منه الدهون الزايده وشلت منه الحاجات البروسيسد اللي سعراتها عاليه جدا، وجيت في مره معزوم في حته، حد ضغط عليك، حصل لك اي نوع من انواع الهنجر او الايتنج اللي هنشرحهم بعد كده، فبقى في يوم بوظ لك النظام اللي انت ماشي عليه. يوم يطلع لك البرفكشنزم من الكونشس مايند بتاعك ويقول لك ما بدهاش بقى، ايه لازمتها السكه دي، خلاص يابا انت كده رحت، كل اللي عملته ضاع، انت عمرك ما هتتغير، وي 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 وي، هوب يرجعك تاني والسب كونشس يكسب وترجع للحاجات اللي انت متعود عليها. في جمله عبقريه بتقول لك ان perfect is the enemy of the good. الناس بتبقى فاكره ان المثاليه دي هتحميها من الباد او هتحميها من الفشل او هتحميها من الحاجه الوحشه، فيقول لك انا بسعى للمثاليه عشان دايما ابقى في التوب. بس الحقيقه مش كده. الحقيقه ان البيرفكت اللي انت بتسعى ليه، وخصوصا لو هو unattainable يعني حاجه لا يمكن الوصول ليها، هو the enemy of the good. هو بيعارض وعدو لحاجه كويسه. لو انت نجحت انك تنظم حياتك وتنظم اكلك وتنظم اللايف ستايل بتاعك ان هو يبقى هيلثي بنسبه من 80 ل 85%، فده جود او فيري جود كمان. لكن طول ما انت بتسعى ل 100% تلاقي نفسك قاعد في الصفر زي ما انت. واحده من الحاجات اللي عند الكونشس مايند كمان وبتعارض هدفك في انك تخسر وزنك هي الجادجمنت. يعني ايه الجادجمنت؟ مخ الانسان بيحاول يبسط على نفسه ان هو يفهم الحاجه بالقوالب اللي هو متعود عليها، اجان علشان يوفر مجهود. فواحده من اهم الوسائل ان هو يعمل ده هي الاحكام. لما انت بتحكم على نفسك احكام تؤدي لحاجه اسمها limiting beliefs او تؤدي الى معتقدات معطله تبقى قاعده جواك، فتيجي قلت مثلا انا هصحى الصبح ابتدي النهارده، وطبعا البرفكشنزم بيخليك عايز تبتدي يوم السبت الصبح عشان اظبط الاسبوع كله، واي تغيير في حياتي لازم استنى ليوم السبت عشان اعمله، وتيجي حصل لك ظرف ومعرفتش تبدا، تبتدي الاحكام تطلع، تبتدي الاحكام تشتغل بتقول لك انت فاشل، انت عمرك ما هتتغير، ما بدهاش بقى، بطل تحاول تاني، انت هتفضل طول عمرك كده. واحكام احكام احكام فيها تقليل منك، فيها تعميم، generalization من الاخطاء الفكريه، انك تعمم فعل واحد على مجمل حياتك، تقول انا انسان فاشل علشان حاولت اعمل حاجه ما عرفتش اعملها بشكل مظبوط. مع ان طبيعي في الاول لو انت بتجرب حاجه لاول مره طبيعي مش هتعرف تعملها بشكل جيد، يعني لازم هتاخد مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما تتعلم تبقى بتعمل الحاجه دي اصلا. بس الاحكام مع التعميم بيعملوا لك كومبو حلو كده يطلع يهدلك اي امل انت بتحاول تبنيه او تتعلق بيه، وده بيعارض هدفك في خساره الوزن او بيساهم في انك تفضل في الحته بتاعت زياده الوزن او بيساعدك تضخم. طيب let's say ان انت نجحت في التفوق على الحاجات دي كلها، زقيت نفسك، فضلت مثابر، قعدت يوم التاني التالت اسبوع اسبوعين بتعمل فعلا التغيير اللي انت عايزه. في حاجة صايعة جدا عند المخ بيعملها اسمها المايند جيمز. ايه المايند جيمز دي؟ يعني مخك كأنك بتلعب شطرنج كده وهو بيلعب ضدك. في الشطرنج او في اي حاجة استراتيجيك بتبقى دايما محتاج تبص لقدام، والمخ شاطر قوي في الحكاية دي. هو لقاك موتيفيشن عندك عالي، بس المرة دي بجد مش هنسيبها لحد، هغير اكلي، هغير الرياضة، هبطل كسل،
هعمل، لقيت سبورت حواليك يشجعك، لقيت جروب حواليك يشجعك، فبدأت فعل. فمخك هيقول لك تمام يا معلم، توكل على الله، انا معاك، كمل، هات كل اللي انت عايزه. تبتدي تظبط اكلك، تبتدي تظبط الرياضة، تبتدي تغير شوية في العادات اللي انت متعود عليها. وخد بالك التغييرات دي يبقى معاها شوية ديسكومفورت، يبقى معاها شوية تعب او شوية سخافة. يعني ما حدش يقدر ينفي، ما حدش يقدر ينكر انك لو قارنت بين الانتخة والقعدة على ليزي بوي جميل زي اللي انا قاعد عليه ده، كومبيرد بانك تنزل وتروح وتتمرن وتتحرك وتعرق وعضلاتك تشتغل وكده، اكيد الحركة متعبة اكتر. ما حدش يقدر يختلف على ان انا لو جبت كيس حاجة كلها من الكشك، باتيه ولا شيبسي ولا شوكولاتة، ده اسهل من ان انا اصحى مخصوص ربع ساعة بدري ولا نص ساعة بدري قبل ميعاد صحياني اللي انا متعود عليه عشان اعمل لنفسي اكل صحي، فطار وغدا واخدهم معايا. ممكن يبقى فيه تكلفة مادية كمان، ممكن يبقى محتاج ادفع فلوس اشتراك، ممكن يبقى محتاج ادفع فلوس اتابع مع نيوتريشنست او هيلث كوتش. كل الحاجات دي هي عوامل صعبة، يعني متعبة في سكة التغيير. من اشهر المايند جيمز اللي مخك بيعملها معاك ان هو بيسيبك فترة، يسيبك اسبوع، اسبوعين، 3 أسابيع، وهو عمال يحوش في بوكس كده عنده الصعوبات دي كلها مع بعض. اتعزمت ولا اصحابك خارجين وانت قلت مش هخرج معاهم عشان ما اكلش اكل يبوظ لي السيستم بتاعي او النظام بتاعي اللي انا ماشي عليه. مناسبة حصلت وفي تورته وفي جاتو وفي باتون ساليه ومش عارف ايه، ما اكلتش الحاجات دي. مخك عمال يحوش يحوش يحوش، ومع اول وقعة، اول ما يحصل لك اي مطب صغير، تمرين كان تقيل فصاحي تاني يوم مش قادر تتحرك، عضلة شدت، حدث كان كبير او حد قال لك جملة اللي هو يا عم انت بقيت سخيف كده ليه، بقيت بارتي بوبر، يعني بقيتش جزء كده من الجانج بتاعتنا وبقيتش جزء من الشلة وبتبوظ لنا الدنيا. مامتك ولا حماتك زعلت منك ان انت ما بتاكلش اكلها الحلو اللي هي واقفة مخصوص في المطبخ تعمله لك. يقوم جاي المخ ماسك لك الحدث ده ويكبر فيه قد كده، يعمل له ماجنيفيكيشن، يكبر الضرر اكبر قدر ممكن، لحد ما انت في اللحظة دي تبقى خسرت جيم الشطرنج 100%. قال لك كش ملك، انا قعدت احوش لك وقعدت سايبك وانت فاكر ان انا خلاص اتغيرت والحياة حلوة للي يفهمها والدنيا وردي وبامبي بامبي بامبي بامبي، وهو قاعد بيحوش. انت بتلاعب لاعب ذكي جدا 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 جدا، واغلب الوقت هو سبقك بخطوتين 3. فلو انت مش واعي لده ومش واعي للمايند جيمز اللي مخك انت بيعملها ضدك انت وضد رغباتك انت في انك تخسر وزنك، تخسر الدهون الزايدة عندك، تعيش اسلوب حياة صحي، لما هيحصل الماجنيفيكيشن ده هتيجي مثلا ظهرك شادد مش قادر تصحى تروح الشغل، يقعد بقى يجيب لك القديم والجديد. عاجبك كده يا عم سيسو؟ يرضيك كده المنظر اللي انت فيه ده؟ كنا كويسين ومحترمين وبنخرج مع اصحابنا وبنتبسط واهلنا بيحبونا واصحابنا ما بيقولوش علينا كلام سخيف، وبروح شغلي عادي ومتفوق في دراستي وخدت ماجستير. يطلع لك بقى حاجات ملهاش اي علاقة باللي انت بتعمله علشان يكسبك، علشان يعارض التغيير اللي انت بتحاول تعمله معاه ده. كل الحاجات دي بتحصل، كل الحاجات دي يمكن التغلب عليها. واحدة من أهم وسائل إنك تتغلب عليها هو إنك تفهمها أصلا. كل ده بيحصل بشكل لا واعي. يعني إيه لا واعي؟ يعني أنت مش مدرك إن هو بيحصل. أنت بتبقى فاكر إني هي الإرادة، لو أنا عندي إرادة من حديد هعرف أعمل أي حاجة أنا عايزها. بس الحقيقة إن الموضوع أكبر من الإرادة بكتير. إحنا كل ده بنتكلم على الجزء الخاص بمخ حضرتك، لسه هنتكلم على السيستم ولسه هنتكلم على الانفايرمنت. فمجموعة العوامل المؤثرة
في رحلة انك تخسر وزنك، في رحلة انك تخس، كبيرة جدا. كل ما انت بقيت واعي لكمية محاولات الشد والجذب اللي هتحصل في الرحلة دي، كل ما قدرت تكسب اكتر. كل ما عرفت انت كمان يبقى عندك استراتيجيك ابروتش، يعني بتقدر تحدد خطوات النهاردة وبكرة وبعده وبعد بعده. لكن لو انت ماشي باصص تحت رجلك بس، بتقول انا خلاص هو دي، وناسي ان في عوامل كتير مؤثرة في الرحلة دي، مع اول مطب هتهد المبنى اللي انت بنيته كله، وتبقى عامل زي اللي بيبني ساند كاسلز، او اللي بيبني مش عارف بالرمل، يعني قصر من رمل. مع اي لحظة، مع اي مطب، واي رحلة تغيير في الدنيا مليانة مطبات، هتقوم هده وتقول خلاص انا مفيش امل، مش هعمل كده تاني. الجزء ده حاولت اشرح لكم فيه مخنا ليه عايزنا نتخن، ازاي ممكن يكون بيعارض هدفنا ورغبتنا احنا برضو نفسنا في ان احنا نخس او نعيش اسلوب حياة صحي. جزء منه ليه علاقة بالسيرفايفل، الليزرد برين او الانكونشس مايند شايف ان انا وزني الزايد ده، الدهون اللي عندي دي مخزن بيها طاقة، عامل زي في حالة ذعر هو عايز يسرفايف، عايز ينجو، عمال يشتري حاجات كتير يخزنها في البيت، يقول لك المهم لو حصل مصيبة ابقى متأمن. افرض ما لقيناش اكل بعد كده، افرض ما لقيناش حاجة ناكلها بعد كده. خد بالك، الدايت كولتشر او عقلية الحرمان من اكتر الحاجات اللي بتعزز البيهيفير ده. ليه؟ انت بتعيشه بجد في مجاعة. يعني لما انت بتيجي النهاردة تحرم نفسك من نوعيات اكل معينة، تقول انا مش هاكل نشويات تاني، مش هاكل دهون تاني، هقطع وهقطع وهقطع وهقطع، كل الحاجات اللي بحبها مش هاكلها اطلاقا. فانت حققت له الخوف والرعب اللي هو كان مرعوب منه اصلا. يعني انت الانكونشس مايند بتاعك قاعد خايف من المجاعة وعايزك تتخن عشان يحميك لو حصلت المجاعة دي. تقوم انت جاي تعزز له الخوف ده وتقول له انا هحرمك هحرمك هحرمك، واجي في وجبة الفري واقوم افتحها بقى على البحري واكلك اللي نفسك فيه. طيب عارف ايه اللي هيحصل؟ انت اقنعته ان هو هيبقى يوم واحد فري في الاسبوع، مع الوقت هيبقوا يومين، مع الوقت هيبقوا 3، مع الوقت هيبقوا 4، مع الوقت هيبقى اسبوعك كله فري. يعني ايه فري؟ يعني انا بقول لمخي الحق بقى كل حاجة نفسك فيها بأكبر كميات ممكنة عشان هنتحرم منها تاني. فتلاقي ان انت خسيت بعقلية الحرمان دي 10 20 30 40 كيلو، وبعدين وقفت بعد سنة سنتين 3 4 تخنت ال 40 كيلو دول، وتخنت فوقيهم 10 15 كيلو كمان، علشان مخك ما صدق خد الفرصة ان هو يعوض الحرمان اللي هو كان بيتحرم منه زمان واللي خايف منه يتكرر تاني. كلمنا عن السب كونشس، وعنده الحاجتين المهمين جدا، الهابتس والايموشنز. الهابتس عاداتنا الغذائية او عاداتنا المتعلقة باللايف ستايل اصلا بتاعنا، وازاي بتفرق في حياتنا، وازاي التغيير هيبقى رخم وصعب، لان اي هابت باي ديفولت هي سهلة على المخ ان هو يعملها. فلما بخليه يعمل حاجة مختلفة بيبقى فيها صعوبة اكتر، بيبقى فيها ديسكمفورت بسبب تبطيل الهابت نفسها، وفيها مجهود مبذول ان هو يعمل العادة الجديدة. والايموشنز والايموشنال ايتنج، واللي اتنشأنا عليه وكلنا كبرنا عليه من واحنا صغيرين، ان اي شوية عياط معناها ان انا هاكل. اي نيد عندي في جسمي انا مش هقف واسمع ايه دي، انا اروح اكل على طول. تعبان وعايز انام هروح اكل، متضايق ومتخانق هروح اكل. اي بقى نيد عندي، عايز اتسلى وزهقان هروح اكل. كل دي تندرج تحت الايموشنال ايتنج، وده هنعمل له حلقة لوحده مخصوص علشان ده موضوع طويل والكلام فيه يطول يعني. واتكلمنا عن الكونشس مايند نفسه اللي هو عايز يخس، عنده الإرادة، خد قرار بجد بالفعل، بس جواه حاجات ممكن تبقى بتعارض ده، زي الكوجنيتيف ديستورشنز أو الأخطاء الفكرية اللي أشهرها
البرفكشنزم او المثاليه، واتكلمنا عن اللعبه السحريه اللي مخنا ممكن يلعبها ضدنا علشان يعارضنا، اللي هي المايند جيمز، وان هو كل تغيير معاه شويه صعوبات هيحوشهم لي ويفكرني بيهم ويعمل ماجنيفيكيشن ليهم، يكبرهم عن حقيقته. ايه يعني يا معلم ظهرك وجعك شويه؟ هو ممكن يوجعك وانت ما بتتمرنش برضه. ايه يعني خروجه فوتها مع اصحابك؟ انت ممكن تخرجوا حاجه تانية، ممكن تخشوا سينما مع بعض، مش لازم تروحوا مطعم، ممكن تقعدوا في كافيه، ممكن تروحوا مطعم مناسب ليكم كلكم. it's never about an all or none. الموضوع مش either or، مش يا ابيض يا اسود. فطول ما انت فاهم الحاجات دي هتعرف ازاي تلعبها صح مع مخك، علشان بدل ما هو بيعارضك تخليه يساعدك ان انت تعرف تحقق هدفك وتعرف تخس وانت مبسوط. اشوفكم الحلقة الجاية ونتكلم عن الجزء الثاني من احنا بنتخن ليه، اللي متعلق بالسيستمز والانفايرومنت اللي احنا بننتمي ليه. سلام.